والله يعني التحضيرات ما كانتش تحضيرات كبيره، لانه يعني بين اللقاء الاخير امام مقرا ولقاء برج ملين ما كانش يعني عدد حصص تدريبيه كبيره. كنا يعني لعبنا يوم السبت، يوم الاحد راحه، دخلنا يعني الاجواء التحضيرات يوم الاثنين، وين يعني اجرينا الحصه الاولى في ملعب العقيد شابو نظرا لغلق ملحق 19 ماي. الحصه الثانيه ايضا يعني كانت في ملعب شابو، واليوم ان شاء الله نديروا في الحجر على ان يعني نلتحق غدا بمدينه بومرداس لملاقاه فريق شباب برج ملين. نظن التحضيرات كانت في اجواء اخويه، اجواء رائعه، اقل ما يمكن ان اللاعبين يعني في معنويات كبيره، خاصه بعد الفوز المحقق امام اتحاد امام نجم مقرا. الفوز اللي كان عنده طعم خاص، واول لقاء كان امام الجمهور العنابي اللي نحييه بالمناسبه، وكان يعني عنده دعم كبير وساعد يعني الفريق باش يعني نحققوا اول 3 نقاط في عنابه، خاصه في الاوقات يعني صعبه وين كان فريق يعني منهزم. الفريق نظن الانصار يعني دعمونا بكل قوه وساندوا الفريق، وكان تاثير تاعهم جد ايجابي، وهذا اللي نتمناوه يعني طيله الموسم. ونظن في الاخير حققنا فوز يعني كان بطعم خاص، انه جاء في الدقائق الاخيره وبعد ما كنا متاخرين يعني منذ حوالي يعني 25 و 28 دقيقه، وحنا متاخرين حتى يعني ربع ساعه الاخير من اللقاء. الحمد لله يعني 3 نقاط خلتنا نحضروا في ظروف جيده. تبقى الان يعني المقابله تاع برج ملين مش راح تكون سهله، لكن احنا رايحين لبومرداس بنيه العوده ب3 نقاط. اكيد انه فريق برج ملين اول مقابله يلعب في بلاده، خاصه بعد تنقلين خارج ديار واحد يعني في بني والبان وين كان عاد بنتيجه تعادل 1-1، واللقاء الاخير كان انهزم في الخروج ب 2-0. راح يعني يرمي بكل ثقه تاعو في اول لقاء على ارضيه ميدانه باش يفوز، وحنا ايضا لازمنا نثمنوا يعني الفوز الاخير امام مقرا بنتيجه ايجابيه، ونحتاج يعني اول انتصار خارج ميداننا باش نبقاو على مقربه دائما من الرياضه. اذا ما كانش اصابات، وخاصه وان اللقاء سيلعب دون حضور الجمهور. يعني هذه حاجه مليحه لنا، احنا تساعدنا احنا ان نلعب يعني بدون حضور جماهيري. تبقى الان يعني الكره في مرمانا، ان شاء الله نعودوا بنتيجه ايجابيه. فيما يخص الاصابات، عندنا يعني اللاعب غضبان اللي نظن اجرى يعني الليكوغرافي، والاصابه تاعو يعني ارتاح، يعني بدا يعني في التقويه العضليه، ان شاء الله في لاروبيز يدخل ديريكت بالجروب. وايضا يعني عندنا اللاعب العيدوني امير اللي تلقى اصابه في الماتش في اللقاء الاخير امام مقرا، عنده ثاني روبو تاع سانجور، ان شاء الله في حصه الاستئناف ان شاء الله يعود للمجموعه. باقي اللاعبين كامل يعني تحت تصرف الطاقم الفني، ان شاء الله يكونوا في المستوى، ونقدموا يعني لقاء كبير ونعودوا بالنقاط الثلاث ان شاء الله. ان شاء الله. اذا كلمه اللي تقولها للجمهور العنابي. والله شوف، اول لقاء جريناه يعني في ملعب 19 ماي، نظن باللي حضور جماهيري كبير، جمهور اقل ما يقال عنه انه جمهور رائع، جمهور يتمنى اي مدرب ولا اي لاعب انه يلعب تحت انظار يعني انصار كما هذو، جمهور اللي عاون الفريق تاعو طيله 90 دقيقه، الجمهور اللي كان يعني التاثير تاعو جد ايجابي، الجمهور اللي نظن يحب الفريق تاعو حتى النخاع. ان شاء الله كما يقولوا تمشي معنا للريزلتا ويزيد كما يقولوا الجمهور يكون بقوه اكثر، وحنا مش حنبخلوا عليهم بالنتائج الايجابيه. كما صرحنا من قبل وقلنا باللي لاكسيسيون كما يقولوا راهي مجموعه متكامله، كل الحلقات كما الاخرى. نظن يعني الحلقه تاع الجمهور راهي كما يقولوا بقوه، ان شاء الله الفريق ثاني يكون بقوه، والاداره بقوه، والسلطات بقوه، وان شاء الله كما يقولوا نكونوا يعني سلسله متماسكه اللي تكون في الاخير عند حسن ظن كما يقولوا الانصار هذو باش نحققوا لهم الهدف المنشود. وحقيقه يعني جمهور كما هذا يستاهل فريق يلعب في الرابطه المحترفه الاولى.